تعرف ان النبي عليه افضل الصلاه والسلام نهى عن زياره مكان معين. المكان ده مقفول من مئات السنين. يوسف نقول لك ان المكان ده فتح للزياره من سنتين بس. هو المكان ده وايه السبب اللي خلى النبي ينهى عن زيارته؟ ركز معايا. المكان ده هو مكان موجود في المملكه العربيه السعوديه اسمه مدائن صالح. المكان ده اللي عاش فيه قوم ثمود اللي هم قوم سيدنا صالح، زي ما ربنا بيقول في القران والى ثمود اخاهم صالحا. سيدنا صالح كان موجود عشان يدعوهم لعباده الله وحده لا شريك له. وعنده معاه وقال له عايزنا ندعو ربك. شاوروا على صخره معينه وقال له طلع لنا من الصخره دي ناقه عش. فقام سيدنا صالح دعا ربنا وبالفعل ربنا استجاب ليه، وقايس بالصخره اللي هم شاوروا عليها بتتهز وبيطلع منها ناقه عش. سيدنا صالح لما شافوا المعجزه معظمهم امن الا قليلا منهم. ناقه معاهم في الوادي وبتشرب من البير اللي بيشرب منه اهل القريه. كانت بتشرب هي من البير يوم واهل القريه كانوا بيشربوا في اليوم التالي. وفي اليوم اللي كانت الناقه بتشرب من البير كانوا اهل القريه بيشربوا لبن الناقه. يقال ان اللبن بتاعها كان بيكفي القبيله باكملها من كبيرها لصغيرها. وفي ناس من القبيله من اللي كفروا قرروا في يوم ان هم هيقتلوا الناقه. صالح حذرهم من خطوره اللي بيفكروا فيه. بالفعل عقروا الناقه. بعدها جاءت صيحه من السماء وزلزله من الارض موتت كل اللي في القريه ما عدا سيدنا صالح وقومه الذين امنوا منهم. دي حكايه مدائن صالح. نيجي بقى للسبب ليه النبي نهى عن زيارته. السلام في حديث بيقول لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم يصيبكم ما اصابهم الا ان تكونوا باكين.